واليوم رح ناخدكم بفلوق على بروكسل. تمام، كنا بالسفارة الألمانية، السفارة السورية ببروكسل. قدمنا الباسبورات، أكلت المعاملة 10 دقائق، وهلأ رح نترككم مع مشاهد ومقتطفات جميلة من مدينة بروكسل البلجيكية. وهي هون بندخل على الفايناكس ماركت. طبعا نحن جايين هلا تقريبا الساعة 12، ما له معجوق كتير. هون كتير مشهورة بلجيكا بالشوكولا، ومشهورة كمان بالقطع الكيك وقطع الحلويات. هون على يسارنا في قطع كيك كتير حلوة. هلا هون فايتين على السوق المغربي بقرب بروكسل، أنا بسميه سوق الحميدية، بذكرني هيك المحلات المقابل بعضها والعجقة، واحد بيلاقي فيه كتير شغلات، خاصة هي نظام البسطات. حلو بالسوق انه مسقوف. هاي في شناتي، هاي في هون موسيقى هيك محلات، في هون شناتي لحشات. هدايا أواعي. عن جد بحسه بيذكرني بأسواق سوريا أنا كتير. عم أقول بحسه بيذكرني بأسواق سوريا كتير، بس حلاوته عن جد إنه هيك مغطى دافي، كبير يعني كتير. هنيك في محلات مثلا للجواكيت للبدلات كأنه. ورجينا هدول البواط والكنادر اللي خالص موديلهم من سنة حرب التتر. هيك هذا حقه 375 يورو، ورجينا هذا حقه 375 يورو. طبعا مثل ما قلت عن جد السوق كبير، فاضي هلا ما له كثير معجوق لانه لسه الساعة 12 الظهر، يعني العالم بتكون اغلبتها بشغلها ووظائفها. وبتحسهم احيانا، ما بعرف، حس احيانا كثير بيركزوا هدول الموديلات الجواكيت هيك بتحسيها عربية. فجماعة ألمانيا اللي عندهم أعراس واللي حابين هلا يتجوزوا وكذا يجوا يجهزوا من هون إذا بدكم. الأسعار بتكون رخيصة،
نوعا ما. يعني ورجينا مثلا هون الجابات، هون حاطط الجاب هنيك ب30 يورو، عندك اللحشة ب6 و2 ب10. شو رأيكم بالجرافي؟ انتم من الجماعة اللي بيلبسوا جرافات؟ وهيك بنكون عملنا فتلة سريعة بسوق الحميدية البلجيكي، ورد بنرجع بنطلع بقلب السوق وبلجيكا. تمام. فلهيك رايحين على الساحة هاي الكبيرة، شكلها كتير حلو بيكون بالصيف بالشتاء بكل الأوقات اللي بيجيها الواحد بيكون الشكل حلو. يعني أنا بحبها، بس هيك فيها طابع شوي من عنا من البلاد. هون كمان عم يجهزوا الألبان أكل بالنسبة لكمان إخواننا المسيحية، هلا عندهم احتفال عيدهم. هاي الشجرة الكبيرة بنص الساحة، وهي هون الكوخ، شي جميل جدا. وهي الأبنية المذهبة من نص الساحة تقريبا. طبعا بالصيف يكون أكثر في سياح أكثر، في عجقة أكثر، لكن هلا حاليا الدنيا شتاء وبرد فما كثير عالم بتحب تنزل كمان. وهي هون بعض من التراث كمان عندهم، العربات القديمة، عربات اللي بتسحبها الأحصنة، وكأنه على البنزين بتشتغل أو على الكهرباء، عاملينها شي حديث، يعني شي رائع. يعني أنا شايفة كمان بمدينة اسمها بروغة كمان هون ببلجيكا، كتير حلوة. طبعا انا مالي خبير لسه بالفلوجات، هي اول فلوج عم صوره على القناه تبعي الخاصه باليوتيوب، ولكن حبيت شارك معكم رحلتي على بلجيكا. مثل ما حكيت طلعت جددت الباسبور السوري، انا باسبوري خالص بال 2014، جددوا لي خلال 10 دقائق الى الشهر التاسع بال 2025، عم يجددوا ببلجيكا 9 شهور. وهلا خلصت رحلتنا على بلجيكا، وهي نحن بطريق الرجعه على المانيا. طبعا بحس انا برات المانيا دائما بيكون في انفاق طويله، هذا الشيء ما شفته بالمانيا.